لقاء صحفي مع الأستاذة إيناس الديب الفنانة المصرية العالمية. سيد علي أنا. إيه اللي شدك في الفن المصري القديم؟ اول حاجه طبعا الفن بتاعهم. انا كنت بحب الفن المصري جدا جدا جدا، بس يعني انا واحده من طفولتي وانا بحب الفن وعندي موهبه الرسم اساسا. فكان دايما بيشدني الفن المصري وازاي كانوا بيرسموا. كان بيعجبني قوي قوي رسمه عينيهم، يا خرابي كنت بموت فيها. اهو مش شايفين؟ طبعوا عليا. ايوه. بعد كده شويه شويه لما كبرت بدات ان انا احب ان انا اقرا عنهم واعرف عنهم اكتر، اللي هم ايه الناس الجميله دي. فلما قريت عنهم اكتشفت ان احنا احفاد ناس كانوا عظماء بشكل لا يوصف. لا يوصف. وده الحمد لله اللي خلاني دلوقتي اعرف عنهم كل حاجه بفضل القرايه. اقروا يا جماعه، عشان كده دايما بقول اقروا تاريخكم. لازم، ومش اي كتاب تقروه، مش اي حد تقروه له، اقروا للناس المعروفه سليم حسن فعلا مثلا. ايوه، ان هم بيعملوا التاريخ بتاعنا بشكل علمي. الناس يعني بصي، يعني في ناس اصلا تقول لك هو انا ليه اصلا ادرس الفن المصري القديم، او ليه ادرس اصلا التاريخ المصري القديم؟ هيفيدني في ايه؟ انت هتعرف حضارتك صح بدل ما حد ما يجي يقول لك حضارتك غلط وانت تعرفها منه وتقدسها. زي الناس اللي تقعد تقول لك الحضاره المصريه حضاره كفار. طب ليه كفر؟ عن اي كفر بتتكلموا؟ عن اي كفر بتتكلموا؟ ده احنا اول ناس عرفنا التوحيد بالله. احنا اول ناس عرفنا يعني ايه الصح والغلط. ده احنا عندنا قوانين الماعز لوحدها، لو المصريين مشيوا عليها هنبقوا اعظم شعب في العالم، او هنرجعوا تاني اعظم شعب في العالم. لولاها ما كنا هنبقى عشوائيين وهمج جدا جدا. احنا اول دولة نظامية في الكون. بالزبط. واول دولة يكون لها حدود في الكون، واول دولة تعمل جيش في الكون. احنا كل حاجة فعلا كنا اول ناس نعملها. وكمان لو درست التاريخ المصري القديم والفن المصري القديم بكل حاجه، بكل حذافيره حرفيا، هنعرف ان مصر هي اللي علمت العالم. كل مصر حاجة. يعني كل حاجه طالعه بره. ان كلمة ام الدنيا ما جاتش من فراغ. مصر ام الدنيا عشان هي اللي علمت كل الدنيا. بالظبط. ده اقل حاجه. انا لو جينا مثلا قلنا الاوف شولدر اصله مصري، هنلاقيه تمثال نفرت مثلا، فاهمين؟ فاحنا من اقل حاجه لاكبر حاجه. اثارنا موجوده في كل حته. انتوا لو بصيتوا على اي حاجه هتلاقي اثارنا موجود فيها الحاجات دي ايا كانت، لبس، اكل، ثقافه، فن، كل حاجه كل حاجه. بالظبط. كل حاجه. تحيا مصر يا جماعه. تحيا مصر.